حديثنا في هذا اليوم في الخطبة الثانية عن الأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا عند بقيع الغرقد وفي الحرم النبوي الشريف. هذه الأحداث وبعض صور الاعتداء على الزائرين الموجودين في ذلك المكان الذي يعد حرما لرسول الله صلى الله عليه وآله، كما أن مكة حرم الله عز وجل. في ذلك المكان حصل ذلك الاعتداء الذي لعل الكثير منكم تابع المسألة بصورة أو بأخرى. والمؤسف أن هذا الوضع المضطرب هناك يتكرر من حين إلى آخر. ليست هذه هي المرة الأولى، وليس هذا الوضع غير المستقر بالنسبة للزائرين عندما يذهبون إلى الزيارة ويجتمعون عند البقيع. هذا الوضع المضطرب لا يسمح لهؤلاء الزوار أن يقيموا هذه الشعائر بصورة فيها شيء من الارتياح والطمأنينة، بل دائما هناك قلق، دائما هناك استفزاز. وبالتالي أود أن أطرح القضية من جانبين في هذا اليوم. الجانب الأول جانب نظري علمي، والجانب الثاني جانب عملي، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. في الجانب العلمي الأول نظري سأطرح، وكل ما أطرحه سأطرحه من خلال الموسوعة الفقهية المعدة من قبل وزارة الأوقاف في دولة الكويت، والموسوعة بنسختها الورقية موجودة في المكتبة عندنا، وموجود أيضا نسخة إلكترونية ممكن الرجوع إليها للاطلاع على هذا البحث بشكل موسع. ولكن أنا اخترت وانتقيت لكم بعض المواطن حول الزيارة، زيارة النبي وزيارة الأولياء والأنبياء وزيارة عامة القبور. كيف طرح هذا البحث في هذه الموسوعة من خلال فتاوى فقهاء المسلمين من أهل السنة من المذاهب الأربعة، ولن أخرج عن نطاق ما ذكر في هذه الموسوعة، مع أني لخصت وانتقيت دون عبث بأي كلمة مما سأقول فيما يأتي. يقول مفهوم الزيارة، ومهم أن نأتي بمفهوم الزيارة كما ذكر. يقول هكذا: الزيارة اسم من زاره يزوره زورا وزيارة قصده مكرما له. إذن الزيارة أنك تقصد أحد أو شيء إكراما لهذا الأحد أو لهذا الشيء. وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هني كلمة آله أنا أضيفها من الآن فما بعد، مو موجودة في النص. بعد وفاته، زيارة النبي بعد وفاته تتحقق بزيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا فيه إشارة إلى مشروعية زيارة النبي، باعتبار أن كما أنه مشروع في حياته هو مشروع بعد وفاته. على العموم، الحكم التكليفي تحت هالعنوان ذكر هكذا: أجمعت الأمة الإسلامية سلفا وخلفا على مشروعية زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذهب، الآن يفصل شنو الحكم، واجب زيارة، واجب الزيارة، مستحب الزيارة، أم مجرد مباحة. يقول: وقد ذهب جمهور العلماء من أهل الفتوى في المذاهب إلى أنها سنة مستحبة، وقالت طائفة من المحققين هي سنة مؤكدة تقرب من درجة الواجبات، وهو المفتى به عند طائفة من الحنفية. وذهب الفقيه المالكي أبو عمران موسى بن عيسى الفاسي إلى أنها واجبة، زيارة النبي واجبة صلى الله عليه وآله. شنو دليل مشروعية الزيارة؟ يأتي بمجموعة أمور اخترت بعضها. يقول: من أدلة مشروعية زيارته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فإنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره بعد موته، كما أن الشهداء أحياء بنص القرآن،
وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم، وإنما قال هم أحياء أي لأنهم كالشهداء بل أفضل. فإذا الشهيد عنده حياة برزخية فالأنبياء عندهم حياة برزخية. والشهداء أحياء عند ربهم. بعدين يقول شنو معنى عند ربهم؟ وفائدة التقييد بالعندية الإشارة إلى أن حياتهم ليست بظاهرة عندنا، ما نشوفهم احنا، هم أحياء لكن مو الحياة المادية هذه، وهي كحياة الملائكة، موجودين ولكن ما نشوفهم، عندهم عالم خاص عايشين فيه، شلون كذا ما نعرف. ثم يقول: وقوله صلى الله عليه وسلم: فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، فهو دليل على مشروعية زيارة القبور عامة، وقبر النبي من هذه القبور، فكيف يكون زيارة قبر النبي ممنوعا؟ وزيارته صلى الله عليه وآله وسلم أولى ما يمتثل به هذا الأمر، فتكون زيارته داخلة في هذا الأمر النبوي الكريم. بعد دليل آخر: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: من زار قبري وجبت له شفاعتي. طيب، هذه الآن أدلة المشروعية اللي ذكرت أو جانب منها. ثم يذكر من آداب زيارته، يذكر مجموعة من الأمور اللي هي من آداب الزيارة. واحدة منها، لاحظ هذا حتى نشوف احنا يعني معذورين عندما نحرص على زيارة مثل الأئمة عليهم السلام والمدفونين في البقيع وكذا، أن يتبع من آداب، والعبارة للكتاب، أن يتبع زيارته صلى الله عليه وآله وسلم بزيارة صاحبيه شيخي الصحابة رضي الله عنهما وعنهم جميعا، أبي بكر الصديق وقبره إلى اليمين قدر ذراع، وعمر يلي قبر أبي بكر إلى اليمين أيضا. إذن مو بس زيارة النبي مشروعة ولا مسنونة، بل أيضا زيارة ماذا؟ غير النبي من الصحابة صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لاحظ هذه العبارة، هم هذه جدا يعني تهمنا أيضا في الموضوع. يقول: ما يكره في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا وكذا. التمسح مكروه، مو حرام ولا شرك. التمسح بقبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، أو بشباك حجرته، أو إلصاق الظهر أو البطن بجدار القبر. إذا المسألة ما توصل إلى حد القذف بالشرك والكفر وإخراج من الملة والحرام، بحيث أن الإنسان يعاقب أو يهان لو فعل شيء من هذا القبيل. أقصاه هو مكروه حسب هذا الكلام. والكراهية ماذا تعني؟ قد تعني نقصان ثواب الأمر هذا،